ازيكم؟ ما تيجي النهارده نتعلم بقى اللفه اللي محيره الناس كلها اللي هي السمبوسك. تيجي نعملها مظبوطه ومن غير الحشوه بتاعتها ما تطلع منها ولا اي حاجه. يلا نقول بسم الله. بصي تسيبي حته كده، اول حاجه هي دي، تسيبي طرف منها عشان تطلع الرسمه بتاعتها المثلث المظبوط. بس اهو بقى اجيب قدامك اهو، نبتدي نحط الحشوه. ابدعي بقى في الحشوه اللي انت حباها، انا هعمل معاكم كذا واحده عشان نشوف طريقتها اللفه بس يعني. انا عندي هنا دي لحمه معصجه، اعملي الحشوه اللي انت حباها، مره الناحيه دي ومره الناحيه دي. بس اهم حاجه وانتي بتلفي تلمي الحروف كويس قوي عشان الحشوه بعد كده ما تطلعش من الجناب. عندي ميه بدقيق قبل ايدي كده واقوم قافله ويطلع شبه الحجاب كده يعني. واحده كمان. بص اول طرف هتنيه كده يطلع لبره شويه اهي كده بالظبط، وبعد كده هاتي على الناحيه التانية كده. لو بس بقلم الحروف كويس قوي عشان الحشوه ما تطلعش، اذا كان جبنه بقى، لحمه مفرومه، اي حشوه انت حباها كده. واعمل مره الناحيه دي ومره الناحيه التانية كده. اهم حاجه بس تلم الحروف كويس قوي. وادي الميه بدقيق بس كده، واقوم ايه مدخله الطرف من جوه واقفل. بس اهو وادي الشكل. واحده كمان. انا هزهقكم النهارده لغايه ما تتعلموها. بص مش يعني من الناحيه دي، من الناحيه التانية والم الحروف كويس. طبعا بقى ممكن تعمل حلو حادق بقى اللي انت بتحبيه اعمليه. انا هعمل المره دي بجبنه موتزاريلا كده، وهلف مره الناحيه دي ومره الناحيه التانية. واهم حاجه زي ما قلت لك تلم الحروف تخليها مظبوطه على بعضيها، وما تخافيش مش هتفك منك. بس اهم حاجه الحروف تتلم كويس قوي، مش هتفك في الزيت ولا حاجه. بصوا اهو، سيبي حوالي يعني الصباع كده من ناحيه بره، الم الحروف. واجي بقى تجيب معايا اهو احط الحشوه اللي انا عايزاها. سهله وبسيطه يعني، مش محتاجه دبكه ولا اللي انت تبقى مش عارفه تلفيها صح ازاي ولا الحشو يطلع منك ولا اي حاجه. بصوا اهو، اظبطي بس انت الحروف على بعضها كده وضميها كويس قوي وانت بتلفي، وتدخل دي من جوه وبس بقت مظبوطه. عندك بقى الزيت يكون مغلي وتنزلي فيه، وهوريكي مفيش ولا واحده هتفك ولا واحده هيطلع الحشو بتاعها من بره. اما بقى في اير في زيت بقى في فرن زي ما انت عايزه، حمريها ولا واحده هتفك. لما تطلعيها طلعيها على شبكه عشان تصفي الزيت، متحطهاش على المناديل. ولا واحده فكت يا بنات. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله. ما تنسيش اللايك والشير. سلام.